يم أستاذ إبراهيم النقاش. وطبعا كانت من أوائل لقاءاتي وتوثيقاتي هي ويا أستاذ إبراهيم، بس للأسف ما كان بوقتها مسوية يوتيوب، هسه قال لي محفوظ، فقلت له أريد أعود حاول لي إياه. زين، احنا يم أحد النقاشين المعروفين البارزين في العراق أستاذ إبراهيم النقاش. يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. وانت ايضا احنا نشكرك لمواقفك الطيبه ولتوثيقك لمعالم بلدنا وتاريخ بلدنا. هذا الحقيقه فالشيء واحد يفتخر به. يا هلا ومرحبا. احنا اليوم توثيقاتك خلينا هي كلها اعمالك حلوه، بس خلينا نركز على الاشياء التراثيه وتوثيق مدينه الكاظميه المقدسه. هنا هذه اللوحه هي شوفي بينت بها معالم الكاظميه، درابينها القديمه والزوار ومناير الامامين. هذه طبعا تبقى وثيقة للتاريخ، منحوتة بشكل جميل ومجسم. زين. طفت الكهرباء عادي نكمل. زين. هذه ايضا كوثيقة يجي جيل ما يعرف البيت البغدادي، مع الاسف ده تزال. فحتى الراوي نقول له البيت البغدادي كان يعمل من طابوق وخشب. هذه كلها معالم تراثنا، ومع الأسف ماكو اهتمام بتراثنا بحيث يكون يصير كقاعات فنية أو يصير مكانات. لا احنا يظلنا هسه بالصراحة انت ما عدا المتحف مال العتبة الإمامين، يعني الراد يسوي متاحف معاصرة لهاي الأعمال، لأنه يمكن يجي جيل ما راح يعرف ايش. هذا كان عندي اقتراح بأنه أحد البيوت البغدادية يصير كمتحف للكاظمية وينحط به هاي الشغلات التراثية. ممكن العتبة تشتري لها أحد البيوت وتخصصها متحف. لأنه الزوار من يجي من بعد الزيارة لازم يشوف من معالم الكاظمية بهذا المناطق، خاصة هي مدينة سياحية يعني يجوها، فالمفروض أحد البيوت دينية وسياحية وأيضا ميناء تجاري يعتبر بها سياحة دينية. هنا عندك أشياء للمرأة. ست زهرة هذه من الأعمال استاذنا الورد. هاي من خشب النارنج. زين. لاحظي المناير والقضاب والطيور والشناشيل والزوار، هذه كلها بهذا الحجم الصغير. زين. هذه وثائق. هذه وثيقة تبقى للتاريخ عن مدينة الكاظمية. أستاذ إبراهيم أكو هاي هم أنت مسويها بحساب سوفينير للسايح اللي يجي ياخذها. المفروض أستاذ إبراهيم الإيجار مالته هنا يعتبر غالي، المفروض عنده محل. يكون عندك محل مدعوم أو بيت مدعوم شوية لي قدام داخل الدرابين. مع الأسف يعني كثير من المبدعين عندنا هم ما مستفيدين أو ما لهم رعاية. هذا ترى واجهة البلد هو الفنان والمثقف، ولكن مع الأسف ما ماخذ حقه. زين. العراق، خارطة العراقية أستاذ سعد، خارطة العراقية. خارطة هذه طبعا مؤلمة اللوحة، من قهري سويت بأنه الاستعمار دا يفلش ببلدنا من كل جانب. زين. هذه أيضا البديعة. هذه شوفي هاي الخشونة، رغم خشونة الحياة ولكن الذهب يبقى ذهب، يعني الأصيل يبقى أصيل رغم كل متاعب الحياة. هذه كلها تعتبر أيضا هي وثائق وأيضا جمالية لبلدنا وتراثنا. شوفي هذه لوحة الباب، هاي فازت بالجائزة الأولى. الباب البغدادي مفتوحة للخير والعطاء والمحبة لكل الناس. الفائزة بالجائزة الأولى نحت على خشب البلوط قياس متر ب60 سنتي. هذه الباب كانت فعلا يعني محتفظ بها، فالدعجوبة لوحة متقونة
حجم واحد، قطعة واحدة، نحت يدوي، تمثل باب بغداد. فعلا هي باب بغداد لحد الآن هي مفتوحة لكل الناس وبالمحبة. المرأة أنا قلت لك يمكن المرأة عندي مو نصف الحياة ولكن كل الحياة. والمرأة هي اللي تربي، وهي اللي تسعد، وهي اللي تنشئ جيل رجل أو جيل متكامل يخدم البلد. فشوفين بها أعمال كثير من المرأة، وكمثلها أم أو حبيبة، وأيضا بها جمالية للمرأة. هنا نشوف هذه اللوحة نساء العراقيات، مع الأسف نساء كلها حزن، اللي فقدت زوجها واللي فقدت ابنها بالمصايب والحروب. فهنا طلع عندي دمار بالنحت هو أسود طبيعي. فشوفي دلل على بأنه الحزن، يعني هذا دمار طبيعي هو ظهر من خلال النحت من نفس طبيعة الخشب. المسيح عليه السلام، المسيح رجل السلام والمحبة. شوفي هناش قايل المسيح عليه السلام: من ضربك على خدك الأيمن فدر له الأيسر. شوفي التربية. وهنا يقول: سيأتي وقت كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة لله. شوفي هاي مرينا بيه. فمع الأسف هذه هنا عندك شلال، هنا الشلال كردستان. شوفي مثلته رجل ومرأة يتحابون، وهذا الشلال هو الخير والعطاء. وهناك هنا ركلة، هنا ركاني بغاء، هنا ركاني موسى الكاظم لشاعري موسى الكاظم دشي، أو هنا ركا يجي دستي كيزور جوانا أما يطابل وكاب وكردستاني. وهنا أيضا ملتقين حبيب وحبيبته، هي كلها أني الجبال كنت أحسها أشخاص. شوفي ملتقين الأحباء. هنا كلمة لا لكل باطل. شوفي هاي أكبر لا مقيولة بقوة فمطية صدى لكل باطل. هنا حبيبي، الحبيب هو مثل اللالة ينور. الله على شكل أشرعة. فهو الفن فد رسالة إنسانية للجميع، وبي أيضا الفن هو توجيه وتربية ومحبة. شوية تصور لنا على المحل كله هنا فاكهة من خشب. يلا شكرا. كانت زهرة زنقنة معاكم من جاليري الفنان إبراهيم النقاش. يا هلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وتحياتنا للمصور أستاذ سعد سلطان، هذا الإنسان النزيه والطيب. ألف شكر. سعد سلطان من أجي بغداد للكاظمية لازم أني أروح. شكرا. شكرا جزيلا.